عسلامة، مرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم حبيت نقدم لكم الأجواء المسابقة الأكلة التقليدية والمرطبات اللي كانت في مهرجان سيدي عباس في ولاية صفاقس من تونس. كان مهرجان مزيان وسمح معناتها مزيان برشا. فيه الأكلات التقليدية التونسية كون في الحلويات واللي في الأكل. هنا معناتها فيها الموروث التقليدي الزمني. كون كما قلت لكم كون في الأكل واللي في الحلويات. هنا حبيت نشارككم شوية الأجواء معناتها هنا قبل. هنا كي جابوا المتسابقات معناتها كل واحد وش قدم كون حار واللي حلو. كانت أجواء مميزة ومزيانة فيها معناتها مسابقات وجوائز شكون الأول. هما كلهم اجتهدوا كلهم صنفوا كلهم طيبوا واللي هذا اجتهد على طريقته. كانت الأجواء ياسر تحفونة ومزيانة معناتها هكا كما تشوفوا هوني. يعني تلقى الحار الحلو كل شيء. والمتسابقات زاد الأعمار كانت مختلفة. معناتها فما يوصل فما حتى معناتها نساء الكبار كما نقولوا جداتنا. معناتها الأعمار الكل موجودة حتى معناتها حتى من التلامذة فما شكون شارك معناتها مرتبات. معناتها هنا أوكا معناتها كل صحن عليه رقم معناتها والعنوان شنو مقدمين هنا. حلويات تقليدية هنا البسباس الكسكسي حصيلو. وفما معناتها بعديك تجي اللجنة والذوق وتقول أحسن معناتها أحسن الأطباق أماهم هما اللي فازوا كون في الحلو واللي في المالح. ومعناتها واللي فوز ياخو جايزة. كانت أجواء مزيانة برشا وبالطبيعة بعديك معناتها كنا نذوقوا وهذه كانت بعض المقتطفات معناتها من المسابقة. إن شاء الله عجبتكم. وإن شاء الله كل مرة نودكم بجديد.